أوكلاهوما. مطاردة شاحنة مسروقة وفيها راكب بريء تسير بسرعة 110 أميال في الساعة. إنني أرى الشاحنة، إنه يتجه شمالا. ابتعد المتهم أمام شاحنة الشرطة الأبطأ. سنرى إن كنا نستطيع أن نقبض على هذا الرجل. وتنعطف الشاحنة المسروقة وتعبر الخط الأصفر، ولا يعرف لا هو ولا الراكب الذي معه أن ثوان معدودة تفصلهما عن المأساة. لقد فقد السيطرة، لقد فقد السيطرة. إنه يتدحرج الآن. على نحو لا يصدق يقفز المشتبه به من فوق أصدقائه ليهرب. أعطني يديك، دعني أرى يديك. الشرطي يرتعش نتيجة ما حدث في هذه الثواني المروعة، وتتدحرج الشاحنة وتنقلب وتقذف بالراكب من الشباك. كان الشاب على بعد بساط من الانسحاق، لكنه خرج سالما ليواجه المحاكمة. تصور السائق أن بإمكانه الهرب، لقد فقد السيطرة. وكان تصوره خاطئا. ما أن تبدأ المطاردة حتى تسأل نفسك لماذا يهربون؟ هذا هو الشيء الأول، ولكن عليك بعد ذلك أن تركز على القبض عليهم. أريزونا، 6 صباحا. صفارات الإنذار تخرق هدوء الصباح لتعلن نهاية مراقبة حققت نتيجة أخيرة. أنا أتابعه. تريد الشرطة التحدث معهم بشأن اقتحام السيارات، لكنهم لا ينوون التحدث مع أحد، وتقطع الشرطة الطريق بشرائط حديدية مسننة. في أي ممر يقودون سياراتهم؟ في الداخل. وينجح ذلك، وتنثقب الإطارات ال4 فورا. ضربوا قضبان المرور. لكن المشتبه بهم لا يتوقفون، بل يقودون سياراتهم على الإطارات المعدنية وبسرعة. متهورون طبعا. هؤلاء الرجال يراهنون بأرواحهم ضد سنوات يقضونها في السجن. هذا تهور. لكنهم يخططون للهرب إلى أن تنفصل العجلات عن السيارة، وأخيرا تنفصل. لم تعد العجلات تتحمل المزيد. توقفت السيارة، إننا نسير شمالا. يتوقع الضابط أن يستمر المشتبه بهم في الهرب، واستعد لذلك. إنهم يهربون. قفزوا الآن فوق الحائط. مرة واحدة أخرى التدريب ضد الاستماتة، والتدريب يكسب الجولة. لقد تم توقيف السائق. يعرف ضباط الشرطة أنه لو أفلت هذا الرجل الليلة فإنه سيسرق سيارتك غدا. ارفع إشارات إيقاف المرور من الشارع. علامة ممتازة لواجب أنجز على أكمل وجه. لا أحد يستطيع الهرب من رجال الشرطة والهليكوبتر. أخطر المطاردات البوليسية في العالم، إنه الجنون على عجلتين. رجال الدراجات البخارية المجانين يرتكبون أخطاء عديدة. لحظات عصيبة موجعة من الرعب. سيارة سرقت نهارا، ومعتوه في سيارة إسعاف مسروقة، والأسباب السخيفة التي تجعل البعض يهربون. مجنون يجب أن لا يكون على الطريق. أحمق لا يخرج من الطريق. مرتبك لا يعثر على الطريق. يواجهون متاعا في هروبهم، وفقدوا صوابه. التدريب والتجربة، هذا هو الفارق بيننا. عندما لا تكون هناك طريقة أخرى وينبغي إيقافهم، فهذا هو الفارق بين الحياة والموت. مينيسوتا. صدمت تلك الشاحنة، أوشك أن يفقدها في المنعطف. في هذه الشاحنة الصغيرة شابان هاربان من قبضة القانون. شهدا وهما يقتحمان حانوتا لبيع التبغ. شاحنتهما مليئة بالمسروقات، وهما مستعدان للقبول بمجازفات متهورة. إنهما يطيران في هذه الأزقة الضيقة بسرعة فائقة، وإذا جاء أي شخص إلى هذا السقاق فلن ينجو. إنني أرى سيارات دوريات الشرطة، حركة المرور تزداد. لقد اصطدم، تهشمت سيارته على تلك البناية. المرأة وطفلها في السيارة الحمراء هزتهما الصدمة، وبقي أحياء. بدأ رجال الشرطة يصلون إلى المكان. الراكب قد خرج من السيارة وهو يركض الآن. إنها مطاردة على الأقدام. الرجل يهرب بالفعل. لقد قفز فوق ذلك السياج. هناك شرطي خلفه. لقد سقط على الأرض
وأمسك به الشرطي. المرأة والطفل نقلا إلى المستشفى، ومع خوف الشاب من الحكم عليه بالسجن فإن لديه سببا للهرب من أي شيء. اعترف الشابان بذنبهما، وصدر الحكم على أكبرهما بالسجن 7 سنوات، وقد يتهما بالقتل غير المتعمد. الدراجات البخارية أرشق من السيارات وأسرع من السيارات، وهي مميتة أكثر من السيارات. راكبو الدراجات البخارية جريئون، عندما يهربون من القانون فإن ذلك مجرد حماقة. في تكساس لا يستطيع هذا المشتبه به التخلص من مطاردة البوليس، ويقرر التوجه إلى الطريق السريع وقيادة سيارته في الممر الخاطئ، لكنه لا يتمكن من تضليل الشرطي الذي يطارده، ويتخلص من الدراجة معتقدا أنه يستطيع الهرب من الشرطي ماشيا. خطأ. لم يصدق بأن الشرطي سيلاحقه في الاتجاه المعاكس، ولأن السيارات القادمة تسير ببطء كانت ملاحقته سهلة. كاليفورنيا. قائد هذه الدراجة البخارية القوية مثال على الجرأة والقسوة في قيادة الدراجات. نحن على التل، نتوجه جنوبا. حاولت الشرطة القبض عليه بتهمة السياقة المتهورة ولم يروا شيئا. بسرعة 100 ميل في الساعة يقود دراجته على الطريق السريع كالبرق، وعندما حوصر يذهب لمكان لا تحبه الشرطة. الرجل ينعطف بحدة إلى الاتجاه المعاكس على طريق المرور السريع. إيبل سيتولى المطاردة. عندما يلحق به رجال الشرطة يبدأ في ارتكاب الأخطاء، ويعتقد أنه اكتشف طريقا مختصرة ليفلت. إنه يدخل إلى المقبرة. إنه يستطيع الدخول إلى المكان الضيق، ولكن ليس هنالك مخرج. سيقع هنا بالذات. لقد وقع الآن. يفقد السيطرة على الطريق الترابية ويسقط، ويقف على قدميه بما يشبه المعجزة دون أن يصاب بخدش. جريئا، عنيدا، محظوظا جدا. يسحب الراكب دراجته ويقف منتظرا تذكرة المخالفة، ويعرف أنه لا توجد سيارة تجاري دراجته في سرعتها. لذا عندما يخرج الشرطي من سيارته يمتطي دراجته ويبدأ في الهرب بسرعة كالبرق، ومع امتلاكها بخاخا إلكترونيا للوقود وسرعة وقوة، فإن هنالك شيئا واحدا ينقصها، هو راكب ماهر، ويقرر الانعطاف أمام الشرطي ويضغط على فرامله. محظوظ أن يبقى حيا. مساء لطيف قرب دالاس بتكساس، لكن صاحب هذه السيارة ليس سعيدا. قلت إنك تسرق سيارتي. حاولت أن أقفز وأمسكه، لكنه صدمني وانطلق على الطريق غير عابر. سيارة هذا الشرطي يقودها سارق سيارات بقدم من رصاص. أنصح أي شخص يستمع إلى هذا النداء أن يقود سيارته إلى الجانب وأن يخرج من الطريق، فالآن وقت الازدحام. خفيفة وسريعة وقابلة للمناورة، هذه السيارة تثبت أن الحجم لا يهم. إنه في الوسط، يبدو كما لو أنه سيعبر ليسير في الاتجاه المعاكس، ولكن يبدو أنه يعود للطريق مرة أخرى. يصدم سائق السيارة الحمراء سيارة ويتجنب شاحنة نفايات ويشق طريقه ويرتكب خطأ. يبدو أن النهاية ستكون هنا. سارق السيارات يجد نفسه محاصرا بسيارات شرطة تكساس. يبدو كما لو أن الشرطة ستقبض عليه هنا، لكن المطاردة لا تنتهي إلا في وقتها. لا أصدق أنه نجح في الإفلات من الشرطة. من غريب الصدف أن يتم إيقاف المتهم بضوء مروري بسيط. إنه يخرج من السيارة. هذا الشخص طويل الشعر لا يرتدي قميصا. وبخطوات ثابتة ينطلق سارق السيارات إلى الحرية بجنون. إنه في منطقة صناعية يتسلق سياجا ويهبط. يوشك أن ينجح لولا أن ميكانيكيا يكتشفه ويخبر الشرطة. وعندما اشتد الغضب عليه كثيرا فقد توقف، أذكى خطوة حتى الآن. قفز فوق السياج وحاول أن يختبئ في حمام، وأخيرا قبضت الشرطة عليه. كل القيادة الطائشة والمناورات الجنونية والمجازفات المتهورة تلقى شيئا واحدا في تكساس: الفشل. تضطر الشرطة عندما تواجه مراهقين إلى معاملتهم كأشخاص خطيرين كأمثالهم من المسالمين. ماساتشوستس، الشرطة تطارد سيارة مسروقة، لكن الضابط موريس يدرك أن هذا هو أخطر سائق من نوعه. السائق والركاب من المراهقين، يبدو أنهم 4. مراهق في 14 لم يسبق له أن قاد سيارة.
كل ما يعرفه هو ما شاهده في الأفلام، ويعتقد بأنه يستطيع أن يقلد المجازفات الخطرة في الأفلام. إنه سيمر بين هاتين السيارتين. يعتقد أنه إذا وصل خط حدود الولاية فإن الشرطة ستضطر للتوقف عن المطاردة، لكنه مخطئ. هل نحن مخولون بالمطاردة؟ إنها سيارة مسروقة. الجواب على سؤالك نعم. يرى الفتى أن الشرطة وراءه. يمكن أن يقتلهم جميعا بالسرعة التي تزيد عن 100 ميل في الساعة، ويقرر الضباط أن يفسحوا له مجالا. سندعهم يتقدمون. لكن السائق يفتقر للتجربة. لقد فقد السيطرة على السيارة في المنعطف. أرسلوا سيارة إسعاف بأسرع ما يمكن. إنه ينطلق بسرعة تزيد عن 80 ميلا في الساعة، وتخرج السيارة عن نطاق السيطرة. عندئذ يهوي إلى الأسفل. الضابط موري يتنفس الصعداء عندما يراهم أحياء. المراهق على وشك أن يعامل كخارج عن القانون، والسائق الصبي يتصرف كمراهق في 14. لا تؤذوني، إنني مستسلم، لن أتحرك. بعد ساعة من الأذى فإن المعجزة أن يعيش هؤلاء المراهقون ليبلغوا سن الرشد. أخطر مطاردات الشرطة في العالم، مسلح ومستميت، سارقو سيارات يستهزئون بالقانون، رجال الشرطة الشجعان الذين يواجهون الموت، والمواطنون العاديون في حياتهم اليومية الذين يرفضون التنازل. هؤلاء أخطر المجرمين إطلاقا الذين واجهوا أندادهم. عندما تراقب الشرطة كل طريق، عندما يخرج الجميع للقبض عليك، عندما يكون الرعب صديقا، ما هي المسافة التي ستقطعها؟ سيارة إسعاف مسروقة تتتبعها الشرطة، تنحرف سيارة الإسعاف ثم تعود إلى الممر الصحيح مثيرة سحابة غبار. إذا لم تنهي الشرطة هذا بسرعة فإن السارق سيكون خطرا على نفسه وعلى الذين يستخدمون الطريق. دعونا نحاصره ونسد عليه الطرق. تستدير سيارة الشرطة لتسد عليه الطريق، لكنه يقاتل بالمثل. سيارة الشرطة تدفع سيارة الإسعاف إلى جانب الطريق، وفجأة تظهر سيارة ركاب أمامه وتتورط في المعمعة. لا بد من التخلي عن المحاولة. السارق يحرج الشرطة لبعض الوقت بالانحراف إلى الأمام والوراء إلى أن يكاد أن ينقلب على جانبه، ويقرر الاستسلام والخروج من سيارة الإسعاف قبل أن يحتاج هو إلى سيارة إسعاف. هاربان من عملية سطو على منزل، سبقا إلى حد الآن ضباط الشرطة الذين يلاحقونهما، لكن الشرطة لديها خطة. الشرطة في السيارات يلحقون بهما، سيحاولون إقامة حاجز متحرك. بسرعة تزيد عن 90 ميلا تستعد الشرطة لإقامة حاجز. المشتبه بهما سيواجهان حركة المرور البطيء ولا يخففان السرعة، إنهما يتجهان إلى جانب الشارع. على بضع يردات تنتظر الشرطة، لكن المشتبه بهما ينطلقان من جانبها. اندفعا من خلال الحاجز مباشرة. ما حدث بعد ذلك عرض من المهارة والجرأة، وبينما يقذف المشتبه بهما مسروقاتهما من النافذة يهرع شرطيان إلى الأمام. سيارة الشرطة مرت الآن. إذا حاصروا سيارة المشتبه بهما قد تكون لديهم فرصة. تتحرك سيارة أخرى إلى الزقاق القريب لتغلق أي منفذ للهرب. لقد حوصرا، وعلى الشرطة أن تبقيهما هناك. عليهم الآن أن يبقونها هناك. تتحرك سيارة خامسة كقوة للدعم، ويرى المشتبه بهما منفذا ويتوجهان إليه، وتستمر المطاردة. يرغمون السيارة على الاتجاه إلى جانب الطريق، مناورة ذكية. تتم محاصرة المشبوه حيث لا مكان للهرب. لقد علقا بسياج الوقاية. هذه المطاردة انتهت. عندما تحاول أن تفعل شيئا كهذا فالأفضل أن تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله، فإذا فعلته جيدا فإن المجرمين سيذهبون إلى السجن ل5 سنوات والآخرين إلى بيوتهم أحياء.